السلام عليكم. معكم جواد شديد، فنان ورئيس المكتب الجهوي للنقابه المهنيه لحمايه ودعم الفنان جهه سوسماسا. انا اليوم هنايا نيابه عن السيد النقيب المحترم ايوب ترابي في هذا اللقاء التواصلي اللي منظم لانضمام المكتب الجهوي للنقابه المهنيه لحمايه ودعم الفنان جهه قلمي ودنان من اجل تعريف بعض الامور، تعريف بعض القوانين الجديده، ومن اجل اللقاء مع الفنانين ديال جهه ودنون. كما كنعرفوا كاملين انه الفنان الودنوني نقدر نقولوا انه الاخير اللي كيكون عالم بعده قوانين جديده، واللي كيكون اخر واحد كيعرف الامور اللي كتمر في الساحه. وغياب، وكنعرفوا انه كان غياب من النقابات اللي كانوا قبل في الجهه ديال قلمي ودنون، غياب تواصل مع الفنانين وغياب تواصل مع المبدعين ديال جهه قلمي ودنون. والحمد لله احنا اسسنا مكتب هنا الجهوي النقابه المهنيه لحمايه ودعم الفنان من اجل الترافع الفنانين المبدعين، ومن اجل رفع مشاكلهم للجهات الحكوميه، من اجل ايجاد حلول وايجاد الحلول اللي ترضي للفنانين. وكذلك ناقشنا هنا بزاف ديال الامور، مثلا الاقصاء اللي كيتعرض لها الفنان الودني في التلفازه وفي الفيستيفالات ومهرجانات اللي كتنظم هنا في الجهه. وبغينا ان شاء الله اننا نديروا ترافعات على هذا الشيء باش نلقاو حلول، باش الفنان الودني يلقى حتى هو بلاصتو لا في قلمي ولا في الجهات الاخرى ديال المملكه. لان كما كنعرفوا كاملين انه جهه قلمي ودنون نقدر نقولوا ان المدينه الوحيده اللي فيها بزاف ديال الانماط الفنيه، اللي كتميز بزاف ديال الانماط الفنيه. ماشي ما غاديش نقول انها مختصه مثلا غير في فن واحد او جوج، انما فيها حواج، فيها روايز، فيها الحساني، فيها التقال المراكشيه، فيها بزاف ديال الامور وبزاف ديال الانماط الفنيه. كذلك في الشعراء ايضا هناك شعراء الامازيغيه، شعراء الحسانيه، وفيها بزاف ديال الانماط اللي ما تعطاتش لهم حقهم، واللي ما عارفينش القوانين، واللي ما عارفينش شنو خاصهم يديروا، اللي ما عارفينش كيفاش يستافدوا من لي دروا ديالهم، كيفاش يستافدوا من البطاقه المهنيه ديالهم، كيفاش يستافدوا من شواهد البث اللي كتعطى لهم من لي راديو، كيفاش يستافدوا من بزاف ديال الامور. والحمد لله حنا هنا اليوم ناقشنا معهم هذه الامور كاملين، ونتمناو نكونوا ونضيفوا لهم واحد الحاجه مزيانه. وحنا دائما المكتب ديالنا اللي يلاه دابا 3 شهور باش تاسس هنا في مدينه قلميم، هو حل بيبانو في الجميع، في وجوه الفنانين اللي موجوده في قلميم. وكما كنعرفوا ان النقابه المهنيه لحمايه ودعم الفنان دابا في العمر ديالها 14 شهر، ولكن الحمد لله بالنسبه للترافعات اللي دارت، ترافعات اللي ما داروهمش النقابات اللي كانوا 20 عام 30 عام 15 عام في الميدان. وان شاء الله حنا راه الاشاره ديال اي فنان في ودنوني او في الجنوب ككل. تحياتي. السلام عليكم. معكم ابراهيم تبكرين، رئيس المكتب الجهوي للنقابه المهنيه لحمايه ودعم الفنان. اليوم قمنا بواحد لقاء تواصلي مع الفنانين ديال الجهه كافه باش ندرسوا بعض المشاكل ديالهم او العراقيل اللي كيواجهوها سواء داخل المنطقه او لا خارج المنطقه. كنحاولوا نكونوا اداه صاغيه باش ندرسوا الدوسي ديالهم او الملف المطلبي ديالهم، باش نقربوا لهم الاداره الفنان، ونحاولوا نرفعوا القيمه الفنيه اللي هو ديال الفنان الودنوني بصفه خاصه وبصفه عامه الفنان المغربي، بحكم بصفتي كابن المنطقه. انا عندي غير على الفن هذا، حيث كاينين ناس، كاينين ابناء المنطقه عندهم كفاءات كبيره باش يعطيو الكثير للفن المغربي، ولما لا يكون الوطني، وعلاش لا نوصلوه العالميه ان شاء الله. السلام عليكم. عمر بطاح، عضو المكتب التنفيذي للنقابه المهنيه وحمايه ودعم الفنان. كان اليوم عندنا لقاء مع مختلف الهيئات الفنيه وفناني جهه قلميم ودنون، اللي هو كان عباره عن نقاش حول التداعيات والمشاكل اللي كيعاني منها الفنان الودنوني والمطالب اللي كيطالب بها، وذلك من اجل اعداد كيف كنقول واحد الملف مطلبي كي يرفع للجهات المختصه. اللقاء اللي داز في واحد الجو زوين، وكان نقاش جاد وفعال، كانوا مداخلات عديده من الفنانين اللي كل واحد طرح المشكل اللي كيعاني منه الفنان الودنوني، اللي كانت واحد الخلاصه انه بالفعل
الفنان الوادنوني يعاني كثير، سواء نشوف في الأنشطة الثقافية ولا المرافق ولا الثقافية، وإن شاء الله نأمل الخير. كيف كنقولوا هذا هو الدور ديال النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، اللي هو الترافع والدفاع عن الفنان كيف كنقولوا بشتى أنواعه. هاد الاستراتيجية اللي تبناتها النقابة واللي كتشتغل عليها واللي حققت واحد الإنجازات وواحد المطالب ديالها اللي تحققوا بعد ترافع كبير في ظرف وجيز، لانها حديثه العهد لكن كبيره الانجاز. الوغ ان شاء الله نتمنوا خير، وكنبغوا نشكروا كل من ساهم من بعيد وقريب في انجاح هذا اللقاء، سواء من صحافه وسلطات وكذلك الاخوان الفنانين اللي بقاو الدعوه. ونتمنوا ان شاء الله تتكرر بحال هذه اللقاءات ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله تحل جميع المشاكل ديال الفن الوادنوني. ودائما الرساله واحده هي الرقي بالفن، سواء المغربي بصفه عامه والفن الوادنوني بصفه خاصه. وشكرا جزيلا. حضوري اليوم في اللقاء التواصلي ديال فنانين الجهه في اطار مناقشه بعض القضايا القطاعيه المتعلقه بالفنان والمهن الفنيه. اليوم بحضور الاخوان ديال نقابيين كالاخ جواد الشديد كنشكروه، والاخوان الاخرين على الدعوه ديالو والحضور ديالو اليوم رفقه بعض الفنانين، وبجميع الفنانه فيهم امازيغيين، فيهم الدراري اللي الحسانيين، وفن الراب والفولكلور وفن الرويسيت وفن الشعبي. صراحة لقاء تواصلي اليوم داز بشكل جيد، يعني جميع الإخوان وجميع رؤساء الجمعيات وجميع رؤساء الفرق أنه الحمد لله ناقشوا الأمور اللي كيعاني منها الفنان بصفة عامة، وهو كيزاول هذا الميدان الفني يعني طيلة سنوات عديدة، برغم انه وجود بعض الهيئات لمده 20 سنه 30 سنه ما عمرهم استفدوا من ولو من حاجه اللي كتقربهم يتمتعوا بعض الوثائق ديالهم كبطاقه فنان يعني شحال من حاجه. وان شاء الله من هنا لقدام ان شاء الله الناس هادو راه دايرين فيهم الثقه الكامله بهذا المكتب الجديد، يعني بوجود طبعا عناصر اولاد البلاد كالاخ بيغرين يعني ولد المنطقه والاخوان كاملين. كنتمنوا لهم ان شاء الله مسيره موفقه، وحنا معاهم في اي استشاره وغنوقفوا معاهم. لما لا انه بغينا الحمد لله هذه البلاد تمشى في هذا النطاق الفني، نتمشاو بعيد بحال بعض المدن كالدار البيضاء كاكادير والهدف في الاخير من هذا الشيء كامل هو يتلاحموا هاد الدراري الفنانه كاملين ونخرجوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله مستقبلا. وشكرا لكم. في الحقيقه ما احوج مدينه قليمي الى مثل هذه اللقاءات التي يتم فيها التواصل بين الفنانين من ناحيه، وكذلك التطرق الى نقاط كل ما يتعلق بالمعيقات والمشاكل والافاق اللي كيتحدث عليها الفنان بصفه خاصه ودنيا وبصفه عامه في المغرب. والحمد لله كان لقاء تواصلي ممتاز شاروا فيه الفنانه بالمداخلات ديالهم، يعني المعيقات اللي كتشكل مثلا في صعوبه الحصول على شهاده البث على سبيل المثال، وكذلك بعض الفنانين اللي ما كيحصلوش على بطاقه فنان، ربما الوثائق ديالهم فيها خلل او لم يتم التجاوب معهم طرف معنيين بالامر، يعني باش لايجاد حلول. كذلك تم التطرق الى يعني الآلية اللي من خلالها الفنان يقدر يشارك في التظاهرات الفنية والمهرجانات. كذلك تم التطرق إلى عملية الماسترينغ أو تسويق المنتوج ديال الفنان، يعني الطريقة باش الفنان يسوق المنتوج ديالو داخل المغرب خارج المغرب. ولقاء شيق ما شاء الله. أما فيما يتعلق يعني هنا نقطة أثرناها هنا في هذا النقاش على أساس أنه قلميم مدينة بوابة الصحراء كتميز عن باقي المدن والتنوع الثقافي، يعني حينما نتحدث عن الأمازيغية تتجلى في شقها يعني في التيات ديال صبويا، في تبع عمران، في احواش. حينما نتحدث على مثلا القدره الحسانيه، القدره قنقا كلعبه شعبيه مثلا او فن شعبي، الطبل، الهول الوادنوني،
الى ما غير ذلك. هناك بعض التنوع، هي الناس اللي كتغني مثلا الاغنيه العصريه والغربيه، يعني كاين واحد التنوع ما شاء الله في مدينه كلمين، وبالتالي هذا كيعطيها الاحقيه باش اي منطقه تعطيها شهاده البث. يعني كاكادير بالنسبه لزمازيغ او الاغنيه السوسيه، العيون بالنسبه للاغنيه الامازيغيه، الرباط يعني ما حققتش شهاده بث اي بلاصه، لان كلمين فيها واحد التنوع. هذا من ناحيه. كيف ساهمت يعني الاغنيه الحسانيه تبارك الله في مؤخرا كاين واحد التطور على مستوى الاغنيه الحسانيه، استطاعت يعني من خلال الاصدارات ديال بعض الفنانين في المنطقه استطاعت ان تنفتح على عالم جديد، عالم انفتحت الاغنيه الصحراويه على عالم جديد محمله بافاق. ويعني ربما الحماس اللي لقاو على عاتقهم الفنانه باش يوصلوا الاغنيه الحسانيه ان شاء الله الوطنيه والعالميه لما لا. وحنا الحمد لله بالتضافر الجهود وبالتعاون وهذه اللقاءات التواصليه ان شاء الله غادي نخرجوا بنتائج، ونتمنى نوصل لهذه اللقاءات تتكرر، ونتمنى الفنانين يستافدوا من الفورماسيون ديال يعني بحال سيسير الامور ديالو الفنيه. وشكرا لكم.